السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب الست وسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهاردة ان شاء الله جايالكوا بوصفة كمية صغيرة قوي نقدر نمشي بيها عيلة كاملة ونأكل بيها عيلة كاملة وكمان يقوموا شبعانين. ايه هي وازاي وتفاصيلها؟ قبل ما نبدأ ونشوف فيديو بيتكلم عن ايه، ما تنسيش تحط الاشتراك، تفعيل زر الجرس، وتصلي على النبي. ويلا بينا نشوف عبارة عن ايه. وصفتنا عبارة عن طبق فول مدمس صغير كده محندق. ازاي انا اقدر احوله من طبق نونو كده لطبق قد كده يكفي وليمة بحالها، تشبعهم وحاجة لذيذة سهلة خفيفة وكمان مش هتاخد مننا مصاريف. وكل ده بنعمله علشان نوفر في البيت وميزانية البيت ما تخرمش مننا. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي ونحول من طبق صغير كده لطبق كبير، ومكوناتنا عبارة عن ايه. يلا بينا نصلي على النبي ونشوف. مكوناتنا سهلة وبسيطة وان شاء الله تكون متوفرة في كل بيوت ان شاء الله. اول حاجة انا عندي طبق الفول المدمس اللي هو المحندق اللي احنا قلنا عليه، عندي كوباية من الفريك، عندي بصلاية صغيرة او متوسطة متقطعة صغير، عندي فلفل الوان متقطع باي طريقة، وكمان معاهم قرن فلفل حراق، كمان عندي دقة من الثوم، بعد كده عندي عصير من الطماطم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي ونطلع احلى واجمل والذ طبق فول. طاسة نزلت بيها بمعلقة سمنة وشوية من الزيت، وهجيب البصل وهبدأ احط البصل في قلب الزيت والسمنة. سمعت صوت التش دي؟ هخليه يدبل ما يصفرش معانا. دبل معانا البصل، هبدأ ان انا انزل بطشة الثوم، بالثوم مع البصل، وهبدأ ان انا انزل بالفلفل الالوان معانا. كل المكونات الحلوة دي ابدأ انزل بالفريك. طب انت هتقولي لي ما نزلتش بالطماطم ليه؟ لا، انا عايزة الفريك ينزل في قلب المكونات دي كلها عشان ياخدوا ويدوا مع بعض كده قبل ما انزل بالطماطم. بحبة الملح المبهرين المقطقطين، وبعد كده انزل بالطماطم. بعد ما نزلت بالطماطم اسيب بقى الطماطم تاخد وتدي مع الخضار الحلو اللذيذ الجميل ده مع بعضه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه ونكمل بقية خطواتنا بعد ما يتم تسبيك الطماطم، ونشوف اجمل والذ واطعم فول، طبق فول عالمي في مطبخ ست وسيطة وبنوتتها. بعد ما تسبكت الخلطة الحلوة الجميلة دي، هبدأ ان انا اضيف الفول واسيبه قيمة دقيقتين 3 علشان ياخد ويدي مع كل المكونات دي كلها. وليمة دي ولا مش وليمة؟ من طبق صغير عملنا طبق كبير، حاجة في منتهى الجمال والحلاوة والطعامة. مكونات بسيطة بمقادير قليلة، عملنا أحلى وألذ وأطعم فول. غيري وجددي من الفول، وده حصري، عمرك ما هتلاقي الفول عملناه بالفريك غير في مطبخ ست بسيطة وبنوتتها. يلا يا بنوتة قومي شجعي ماما واعملوها انتوا الاتنين، وان شاء الله تتعجبوا بيها وتاكلوا صوابعكم وراها من لذيذتها وحلاوتها. ما تنسينيش اللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس، واستنى تعليقاتكم تقولوا لي ايه رايكم في الوصفه الجامده والخطيره دي الموفره المدبره في ميزانيه البيت. وما تنسيش الدعاء وتعليقاتكم الحلوه لتكبروا الخاطر. وبكده اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.